يوم من الأيام رجعت جويرية من المدرسة وسألتني وقالت لي: يا مامي ليه أنتِ بتحضنينا على الرغم إن وأنا في المدرسة واحدة صاحبتي بتقول لي إن مامتها عمرها ما حضنتها، ودايمًا أنتِ بتبوسينا وبتحضنينا، وأول لمّا أنا باحكي لها إن أنتِ بتعملي معانا كده بتزعل وبتعيط وبتاخد جنب إن هي إشمعنى هي الوحيدة اللي مامتها ما بتعملش معاها كده. النهارده إحنا جايين نتكلم عن موضوع مهم جدًا وهو طرق تقديرنا لمشاعر ولادنا، وإزاي مشاعر ولادنا مهمة في تكوينهم النفسي، وإزاي نقدر نتعامل مع جروحهم النفسية كما لو كانت جروح جسدية. يعني مثلًا لو أنا ابني اتعور والتعويرة بتاعته دي بقت عبارة عن جرح كبير محتاج خياطة، وأنا تجاهلت ده على إنه هو حاجة عادية وهتعدي، هيتراكم على الجرح ده ميكروبات وبكتيريا وجرح على جرح وهيتردم عليه وهو أصلًا من الأول مفتوح. طب إحنا في غنى عن ده كله بإن إحنا نعرف إزاي نقدر نقدّر مشاعر ولادنا ونفهم مشاعر أطفالنا. ومن أهم الطرق دي أول حاجة إن أنا أسمع ولادي بانتباه، وإن إحنا نوّهنا قبل كده إن في فرق كبير أوي ما بين السمع والاستماع والإصغاء أو الإنصات. السمع هو إن أنا ممكن أبقى ماسكة التليفون عادي جدًا وهي بتتكلم معايا وأنا سامعاها، أنا كده سامعاها. الاستماع هو إن أنا أبدأ أبُص كده بجنب إن هي بتتكلم معايا وأتفاعل مع الكلام اللي هي بتقوله. وبعدين ممكن آخُد رَد فعل وreaction إن أنا أقوم أحضنها وأبوسها وأقول لها مثلًا معلش لو هي بتحكي لي موضوع، هو ده الإنصات. ففرق كبير أوي ما بين ال3 حاجات. فأنا عشان أقدر أوصّل لابني رسالة ومعلومة ومشاعر معيّنة، لازم الأول إن أنا أسمعه بانتباه. دايمًا ولادنا مش هيقدروا يفكّروا بشكل واضح طول ما هم محطوطين تحت دايرة اللوم والاستجواب والنصيحة. مش هيقدروا يدّوني الحل المناسب لأي مشكلة هم بيُقعوا فيها. يبقى أول حاجة إن أنا أسمعهم بانتباه. تاني حاجة هي إن أنا أدّي اسم للمشاعر بتاعتهم أيًا كان هي إيه. هي راجعة من المدرسة متضايقة ومتخانقة هي وواحدة صاحبتها، فأنا مش هاجي أسفّه وأقلل من حجم المعاناة اللي هي بتحس بيها. فأنا هاقوم جاية قايلة لها: والله أنا عارفة إن اللي أنتِ حاسة بيه ده اسمه حزن أو اسمه غضب، إن أنا أدّي اسم للمشاعر اللي هي حاسة بيها، وأعبّر عن المشاعر دي بكلمة. اللي هو أنا ممكن أقول لها: ياه! الموضوع صعب أوي، بجد ده أنتِ عندِك حق. ليه؟ لإن أنا لمّا باقاوم إن أنا أصلح الوضع بتاعي بشكل مباشر عن طريق النصيحة، بيخلّي ابني يدّيني حلول ملائمة للموقف اللي هو اتحط فيه. يعني مثلًا الموقف الأشهر ما بين كل الأمهات: ماما صاحبي ضربني. يعني إيه ضربك؟ انزل اضربه زي ما ضربك. أنا هنا بادّي حل مباشر عن طريق النصيحة إن هو ياخد برأيي أنا. طب ما أنا ممكن آجي أقول له: طب هو بعد ما ضربك أنت تفتكر ممكن نتعامل معاه إزاي؟ هيقول لي مثلًا: أنا ممكن أنزل أضربه زي ما ضربني، أنا ممكن أروح أقول لباباه أو ممكن أروح أقول للمدرس في المدرسة. إذًا أنا هنا فتحت له آفاق كتيرة إن هو يدّيني حلول متعددة لنفس المشكلة. يبقى هي جرأة مننا إن إحنا بندعي إن إحنا نعرف مشاعر ولادنا. ولادنا مش بيحتاجوا مننا إن إحنا نقول لهم مشاعركم صح والّا غلط، على قد ما هم بيحتاجوا قد إيه إحنا بنتقبّل المشاعر دي. رابع حاجة هو إن أنا أبدأ مع ابني في تقدير مشاعره بالخيال. يعني إيه بالخيال؟ يعني هو بيتمنى حاجة معيّنة، فأنا هاقول له: والله لو كان في إمكاني لو كان عندنا مثلًا تلسكوب كنا عرفنا نعمل الحاجة دي. ممكن مثلًا هو دايمًا الموقف الأشهر ما بين كل الأمهات وهو إن هو يرمي نفسه في السوبر ماركت عشان شبطان في حاجة حلوة، فهي مش عارفة تجيب له الحاجة دي ومش عارفة تقنعه، فالأسهل بالنسبة لها هي إنها تضربه أو تجره أو تسحبه أو تشده بشكل عنيف. لكن الأسهل عليها إن هي دايمًا الأمهات ما بتبقاش عارفة إن الحل دايمًا عند الشخص البالغ العاقل اللي هو الأم. فتروح مثلًا مطلعة له book note وتروح قايلة له: إيه رأيك لو نعمل مع بعض قايمة للتمني نكتب فيها كل الطلبات اللي أنت محتاجها، وكل مناسبة من المناسبات اللي هتمر على ابنها تروح هي رايحة جايبة له حاجة من الحاجات اللي كتبها في القايمة دي. وبعدين وهو في وسط الصريخ تقول له: ها هنكتب إيه تاني؟ تلقائيًا هو هيسكت من نفسه. إذًا مشاعر ولادنا في كل الأحوال مهمة ولازم إن إحنا نتعامل معاها على إنها
شيء كبير، لأن المعاناة اللي هم بيواجهوها لما محدش بيقدر مشاعرهم بتسبب ليهم مشاكل نفسية على المدى البعيد احنا في غنى عنها. إن الحنان مهما كان هو قيمته كبيرة، سواء كان بشكل بدري أو بشكل متأخر، هو في كل الأحوال حنان وحنية واهتمام، وتأثيره النفسي ليه تأثير المهدئ على الأولاد.